يا صباح الفل. تخيل ان لقيت واحد بيكلمني الصبح. انا حاسس ان انا ما عادش في حد هيكلمني لانه هيخاف ان انا اعمل عليه فيديو بعد كده. بس قشطه. المهم، انت مقتنع ان ممكن واحد يبقى شغال اونلاين ويجيبك بكل بساطه كده يقول لك تعالى معلمك ازاي تشتغل اونلاين عشان تشتغل عندي؟ لا، دي مستحيل انها تحصل. انا بعلمك، انا بديك كنز، انا بعلمك اللي هو انا بديك مفتاح حريتك. اقنع انه هيديها لك وانت تسيبه وتخلع وتروح مكان تاني تاخد اضعاف رقم اللي هو عايز يقيدك بيه ويديهولك. ابن الناس دي عايزاك تبقى عبد. انت عارف، انت مش عارف اقولها لك ازاي. يعني العبد ماشي توفر له اكل شرب لبس ونومه، انت مرتبك ما بيجيبش كل ده. الفكره اللي انا عايز اوصلها لك ان مفيش حد هيعلمك تشتغل اونلاين. ما انتش رايح مطعم او كافيه على علم ان انا اي مطعم او كافيه دلوقتي بنزله بيقول لك انا عايز ناس تكون خبره. عايز واحد مطعم بقى، في مطاعم بقت تستغل الموضوع ده، يقول لك مثلا ايه، انت ما تعرفش حاجه، انت حمار صغير لسه، طب تعالى معلمك، ويمسكك يفشخك ويطلع عين اهلك، تمام، وفي الاخر يديك 1500 شغل 9 ساعات. لك اصل انت لسه حمار ما تعرفش حاجه، هتبقى تعرف حاجه هبقى اسويك، هبقى اديك بقى ساعتها ال 4000. ف دي المشكله يا جدعان. المرتبات دي خلاص ما عادش بتنزل، ما ينفعش انك اصلا تقبلها على نفسك. ده الحد الادنى بتاعك. خش بص عليه كده في جوجل، مش هقول لك هو كام، خش بص عليه في جوجل، ده المفروض يكون مرتبك. طيب انت دلوقتي واحد ما عندكش خبره انك تاخد الرقم اللي هتلاقيه موجود في جوجل ده، طور نفسك، اتعلم اكتر عشان تاخد ضعف الرقم اللي هيكون موجود في جوجل اللي هيظهر قدامك. بس كده، يلا صباحكم جميل، باي.